الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع لقائنا التاريخي المرئي هو العلامة سيدي محمد بن شريفة وأفضاله العلمية على حاضرة آسفي. أحبتي، يشتهر هذا العلامة المغربي الدكالي الآسفي ببن شريفة، وقد وجدت كنيته تكتب برسمين هما ابن شريفة وبن شريفة، وهذا الرسم الأخير هو الشائع والمتداول. وعند ذكره تذكر آسفي لاستقراره الطويل بها ولاعتزازه بتاريخها وأعلامها. وأول من استقر من بيته بهذه الحاضرة هو عمه التاجر محمد بن عبد الرحمن بن شريفة، وذلك في بداية القرن العشرين، بحيث امتلك متجرا في قصارية جبان. ويبدو أنه لم يترك ذرية بآسفي تحوز تركته وتحافظ عليها وتتابع بها نشاطه التجاري، مما استدعى قدوم شقيقه المدعو محمد، وهو والد العلامة سيدي محمد بن شريفة، موضوع لقائنا التاريخي. والأصل في تسمية هذا البيت بلقب بن شريفة أو ابن الشريفة هو أن جده فقد والده وهو صغير السن، فصار الناس ينسبونه إلى أمه المدعوة الشريفة بنت عبد الله، التي كانت معروفة في محيطها بالصلاح والتدين، علاوة على شرف النسب والمحتد. وينحدر العلامة سيدي محمد بن شريفة من بلاد دكالة أو دكالة البيضاء، من قبيلة ولاد عمرو، وبالضبط من قسمهم المعروف بولاد عمرو الشرقية، ومن فرقتهم العتامنة. وتفيد الرواية العائلية أن بيت بن شريفة ينحدر من الشرفاء الصقليين الحسينيين، ولهم في ذلك ظهائر توقير واحترام من السلاطين العلويين. وقد ولد العلامة سيدي محمد بن شريفة سنة 1384 هجرية، الموافقة لسنة 1930 ميلادية، بدوار العتامنة ببلاد دكالة من إقليم سيدي بن نور. وبمسقط رأسه حفظ في صغره القرآن وعدد من المتون، ثم تابع دراسته بآسفي عند استقرار أبويه بها، فكان يرتاد حلقات مساجدها ومنها حلقات المسجد الأعظم، ليلتحق بعد ذلك بجامعة بن يوسف بمراكش، وفيها حاز على القسم الأول والقسم الثاني من الشهادة الثانوية سنة 1946 وسنة 1951. وبعد ذلك التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل فيها على شهادة الإجازة، ليكون ضمن أول فوج من الطلبة يتخرج من هذه الكلية سنة 1960. ثم حصل بنفس الكلية سنة 1964 على دبلوم دراسات العليا في الأدب، فكان أول مغربي يظفر بهذه الشهادة زمنئذ. ثم ختم مسيرة دراسته بالحصول على دكتوراه الدولة بجامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى سنة 1969، بعد تقديم دراسته وتحقيقه لكتاب أمثال العوام في الأندلس لمؤلفه أبي يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي، المتوفى سنة 694 هجرية، الموافقة لسنة 1294 ميلادية. وقد تقلب الأستاذ سيدي محمد بن شريفة في عدة وظائف ومهام، فاشتغل بالتعليم الابتدائي والتأطير التربوي في مستهل حياته التعليمية والعلمية. ومنذ حصوله على دبلوم الدراسات العليا سنة 1964 تفرغ للتدريس بالجامعة كأستاذ كرسي للأدب والتراث الأندلسي، وبقي كذلك حتى تقاعده سنة 1995. وأثناء اشتغاله بالتدريس مارس مهام أخرى موازية، ومن ذلك أنه عمل محافظا خزانة جامعة القرويين في فاس ما بين 1976 و 1978، وعمل عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة عند تأسيسها بين سنتي 1978 و 1981. وعمل محافظا بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط من 1988 إلى 1995. وقد أثبت سيدي محمد بن شريفة من خلال عطائه في التدريس الجامعي ومن خلال مؤلفاته التي تربو عن 30 بين تأليف وتحقيق أنه أحد كبار أعلام البحث والتحقيق والتأطير في التراث الإسلامي المغربي والعربي وطنيا وعالميا،
فهو يعد حسب الأستاذة سميرة حيدة واضع أسس وقواعد المدرسة المغربية في الدراسات المغربية والأندلسية تحقيقا ودراسة وتقديما، إذ لم يتعامل معها بوصفها نصوصا جافة أو أوراقا مهترئة، بل بوصفها كيانا حيا يلزمه مزيد من الدقة البحثية حتى تعاد له الحياة ويصبح جداول تنبض الحيوية فيها. وهو حسب الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش يعتبر عميد الدراسات الأندلسية وشيخ المحققين وصاحب الأوسمة والجوائز العلمية، الأستاذ اللدعي الألمعي المفوه الحاذق المميز المبرز الفطن الزميت، الحجة في الأدب الأندلسي الذي إذا نطق لا ينطق عن هوى، وإذا سكت لا يسكت عن حصر وعين. بخصوص عطاء العلم لمدينة آسفي التي أحبها قولا وفعلا وذكرا وسؤالا، فإن تجليات ذلك تظهر بالملموس في: أولا، أن العلامة سيدي محمد بن شريفة كان من مهندسي اللقاءين العلميين الكبيرين اللذين شهدتهما آسفي سنتي 1988 و 1989، والمشهورين عند أهل آسفي بالملتقى الفكري الأول والثاني، اللذان شارك فيهما نخبة من أساتذة جامعة محمد الخامس، ونتج عن هذا اللقاء 3 إصدارات مفيدة. ثانيا، أن العلامة سيدي محمد بن شريفة كان من بين مهندسي الندوة العلمية التي أقامتها الأكاديمية أو أكاديمية المملكة المغربية بمدينة آسفي أيام 7 و 8 و 9 أكتوبر من سنة 2004 تحت عنوان الوجود البرتغالي في المغرب وآثاره، وقد كان رحمه الله وراء تشريفي بالمشاركة فيها إلى جانب عدد من أساطين البحث من الأساتذة الجامعيين والخبراء من المغرب والبرتغال. ثالثا، أن العلامة سيدي محمد بن شريفة أصدر بحق آسفي عدة أعمال غير مسبوقة، ومنها إنجازه أطول وأوفى تعريف بالعالم والمؤرخ الفقيه الكانوني ومؤرخ الفاتي، شارك به في الملتقى الفكري الأول لمدينة آسفي ما بين 23 و 25 يونيو 1988. إنجازه أوفى عرض عن المجريين في ندوة أبو محمد صالح المناقب والتاريخ، شارك بها في الملتقى الفكري الثاني لمدينة آسفي بين 26 و 29 ماي 1989. إنجازه مقالة تحت عنوان آسفي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ضمن دراسات كتاب جماعي حمل عنوان تاريخ إقليم آسفي من الحقبة القديمة إلى الفترة المعاصرة، صدر عن مؤسسة دكان عبدة للثقافة والتنمية سنة 2000. أصدر كتاب تحت عنوان المجريون والحافظ المجري الكفيف الآسفي سنة 2009 تحت إشراف جمعية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي والفني. رابعا، قدم سيدي محمد بن شريفة لمعظم الكتب التي أصدرتها جمعية البحث والتوثيق والنشر التي كان يرأسها المرحوم الأستاذ هلال رقوق، وهي كتب للفقيه محمد الكانوني والفقيه أحمد الصبيحي من أمثال جواهر الكمال في تراجم الرجال، وعلائق آسفي بملوك المغرب، وباكورة الزبدة في تاريخ آسفي وعبدة. خامسا، قدم العلامة سيدي محمد بن شريفة لكتابه عن المسجد الأعظم الذي صدر سنة 2005 مما جاء في تقديمه: يسعدني أن أكتب كلمة لتقديم هذا البحث القيم الذي أنجزه الباحث المثابر الأستاذ إبراهيم كريديا حول المسجد الأعظم بمدينة آسفي، وقد وجدت متعة وفائدة في قراءته، وسبق لي أن وجدت مثل ذلك في الأبحاث التي كنت قرأتها له، وجلها في تاريخ مدينة آسفي والتعريف ببعض أعلامها، وهي أبحاث تتصف بالتوثيق الجيد والعرض الشيق والمنهاج الواضح، ولا غرابة في أن تكون أبحاث الأستاذ كريديا بهذه الصفات، فهو ممن أنجبهم البحث التاريخي الجامعي في المغرب، وهو أيضا ممن أورثهم كما أورثنا قبله المرحوم الفقيه الكانوني محبة التاريخ المحلي وحمية التعلق بالتراث المحلي الآسفي، فجاء هو وأمثال من الباحثين في تاريخ آسفي استمرارا لهذا المؤرخ الوطني الرائد. شارك العلامة سيدي محمد بن شريفة في التظاهرات الثقافية لآسفي، وكان له شرف تدشين معارض فنية تشكيلية،
وعلاوة على ما ناله من جوائز وأوسمة علمية داخل المغرب وخارجه، فقد كرم العلامة سيدي محمد بن شريفة عدة تكريمات، ومنها تكريمه من طرف المجلس البلدي بآسفي سنة 1988 في الحفل الاختتامي لأشغال الملتقى الفكري الأول المذكور. كما نظمت له ندوة دولية تكريمية بمراكش تحت عنوان العلامة محمد بن شريفة وأسئلة التراث المغربي الأندلسي، نظمها المركز الدولي لخدمة اللغة العربية يومي 15 و 16 نوفمبر 2017 بمراكش. ولم يلتفت مثقف آسفي إلى تكريمه إلا متأخرين جدا، وذلك قبيل وفاته، وكان ذلك بمبادرة مشكورة من جمعية ذاكرة آسفي بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش. ولكن ذلك التكريم لم يتحقق إلا بعد وفاته يوم 17 دجنبر 2018، أي بعد حوالي شهر من وفاته، وبالضبط بعد 26 يوم من وفاته. وكانت تيمة هذه الندوة أو عنوانها تاريخ المغرب وامتداد مجالاته الحضارية خلال العصر الوسيط، وارتباطها موضوع بأبحاث المرحوم الأستاذ محمد بن شريفة. وقد توفي سيدي محمد بن شريفة مساء يوم الخميس 14 ربيع الأول 1440 هجرية، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018، عن سن تقارب 90 سنة، رحمه الله برحمته الواسعة، وجزل له الثواب والرضوان لقاء خدماته للعلم والثقافة والتراث، وبعثه مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي، مودتي وتحياتي، وإلى لقاء تاريخي قريب بإذن الله تعالى.